بصوا يا جماعة، ركزوا معايا كده شوية. البلد اليومين دول ما هياش سايبة، والداخلية شغالة ليل ونهار. حملات في كل مكان، ضبط مخدرات، مداهمات لتجار سلاح، وناس فاكرة نفسها فوق القانون. الوزارة بقت تنزل الفيديوهات دي للناس عشان تقول احنا موجودين، وان الشارع لسه في قبضة القانون. لكن بقى في الناحية التانية السوشيال ميديا فضحت حاجات كتير. كل يوم نلاقي فيديو بلطجية في نص الشارع، عيال ماسكين مطاوي ولا عربية واقفة تقطع الطريق على الناس عشان خناقة. والمصيبة إن اللي بيصور واقف يتفرج ولا كأن في حاجة. الفيديو ينزل من هنا وفي لحظة يبقى ترند، الناس تتفرج وتقول ايه ده، هو الشارع بقى غابة؟ بس الجديد بقى إن الداخلية بقت تتعامل مع الفيديو كأنه بلاغ رسمي. يعني الفيديو ينزل الصبح وبالليل تلاقي بيان تم القبض على المتهمين، وكأن أي موبايل بقى كاميرا مراقبة، والمواطن نفسه بقى عين الداخلية من غير حتى ما يعرف. لكن للأسف برغم كل ده البلطجية لسه فاكرين نفسهم جامدين. بس اللي البلطجية بقى مش فاهمينه إن السوشيال ميديا بتفضحهم، مش بتخليهم يشتهروا يعني. والبلطجي اللي عامل فيها أسد فجأة الناس بتضحك عليه، والناس تقول هو ده اللي كان عامل نفسه راجل، ده أرخص من كلاب الشوارع. وما ننساش كمان البنات اللي بتتعرض للمضايقات في الشارع. يعني بنت ماشية في أمان الله يجي واحد واطي قليل الأدب يمد إيده أو يرمي كلمة مش حلوة. زمان كانت تسكت، النهاردة بترفع صوتها أو الفيديو يتصور وينتشر، والداخلية هنا بتتحرك. والمتهم طبعا بيتقبض عليه وبيتفضح. اللي كان زمان بيتغطى بكلمة حياء النهاردة بيتكشف على الملأ. هو لسه في بلطجية ولسه في ناس قليلة الأصل، بس في نفس الوقت في دولة واقفة بتقبض على الناس اللي مش تمام، وبتقول للكل القانون فوق دماغ أي حد. والرسالة هنا واضحة جدا من الداخلية، إن اللي فاكر نفسه راجل بالبلطجة يفتكر إن الفيديو اللي بيصوره صاحبه ممكن يوديه السجن، واللي فاكر إن البنت سهلة يفتكر إن صوتها هيبقى أقوى من أي قلة أدب. وفي الآخر البلد دي مش سايبة، لا في الشارع ولا على السوشيال ميديا. والنصيحة اللي هنقدر نقولها لأي حد بيتعرض لأي مضايقات أو أي بلطجة في الشارع: صور فورا الفيديو اللي بيحصل لك وارفعه على السوشيال ميديا، وتأكد بعدها إن الراجل ده اللي عمل نفسه بلطجي وأسد عليك هيتقبض عليه ويتحط في المكان المناسب ليه. البلد مش سايبة، ولا في الشارع ولا على السوشيال ميديا. في الآخر كله هيتجاب، فما تعملش نفسك بلطجي على الناس الغلابة.